انتوا عارفين مين اللي عمل التويست في الكوتشي؟ طب انتوا عارفين مين صاحب فكرة التصدير في مصر؟ طب انتوا عارفين يعني ايه كوتشي اصلا؟ نبتدي من البطل محمد غانم. وليه بطل؟ لان هو بطل. هو اصلا في القوات المسلحة. قصته كبيرة، علشان احكيها محتاجة حلقة طويلة ونازلة قريب، واستنوها. بس افتكروا الاسم، البطل محمد غانم، عشان لما ينزل لكم في النوتيفيكيشن تبقوا عارفين ان انتوا هتسمعوا من احلى القصص اللي موجودة في مصر. محمد غانم صاحب فكرة التصدير، لما راح للرئيس جمال عبد الناصر وقال له، الرئيس جمال عبد الناصر اتحمس للفكرة، وساعتها عملوا شركة النصر للتصدير والاستيراد. لو خدتوا بالكم كلمة التصدير جاية الأول لأن ده كان الهدف من الموضوع. هو كان هدفه إنه يخلي الصناعة المصرية تتصدر بره. لو هنتكلم عن فكرة التصدير والمنتجات اللي طلعت من مصر كتير جدا. الموضوع بدأ في الأول بشقة أوضتين في شارع طلعت حرب. بعد 10 سنين الأوضتين بقوا 49 مكتب جوه وبره مصر. البطل محمد غانم في الثمانينات سافر على الكويت، وسافر لأسباب بعد نجاحات طويلة عملها في مصر. بعد ما سافر على الكويت، بعد ما عمل شركة التصدير والاستيراد، وهو هناك جاله فكرة موديل 88. ده كان اسم الموديل على فكرة، اللي اتحول بعد كده لأنه لقوا إن كلمته صعبة شوية، فحولوا موديل 88 لكلمة كوتشي، اللي احنا دلوقتي بنتكلم على أساسها، على أساس إن هي صفة. بس اللي انتوا المفروض تعرفوه إن كوتشي مش صفة، كوتشي ده براند. احنا بنقول كوتشي أديداس. عمركم سمعتوا حد بيقول أديداس نايك؟ أو أنت لابس إيه؟ أنا لابس نايك سكيتشرز. عمر ما حد سمعها ولا حد يقدر يقولها. احنا بنقولها دلوقتي كوتشي أديداس أو كوتشي نايك. انتوا متخيلين إن دلوقتي البطل محمد غانم وصلنا إن احنا نقول براند إنه بقى صفة؟ كلمة كوتشي النهاردة بقت صفة، ما بقتش براند زي ما هو عملها. شفتوا بقى إن كلمة كوتشي اللي بنقولها على طول صنع في مصر أصلاً؟ يعني هي كلمة مصري واللي اخترعها مصري، وده براند مش صفة. فيا ريت كل واحد لما يجي يقول كوتشي بعد كده يبقى فخور إن دي كلمة اتعملت في مصر واتصدرت بره. عرفتوا بقى مين اللي عمل التويست في الكوتشي؟